نعم. فضيلة الشيخ، ماذا حدث هذا المساء في دولة البحرين؟ في الحقيقة يعني ما يحدث في البحرين ليس وليد اليوم وليس وليد الساعة. نعم. هذه الفئة المجرمة الحاقدة الصفوية الإيرانية المجوسية المدعومة من إيران ليس وليدة اليوم. نعم. هذه قضية كبيرة جدا ومخطط كبير جدا، وهذه هي الخطة الخمسينية، واليوم أوصلوا إلى المرحلة الثامنة من المراحل التي هم يريدونها، داخلين على المرحلة التاسعة. هم جعلوها مراحل، وصلوا الآن إلى هذه المرحلة. الآن الخطة المرسومة لم يبقى معهم إلا 15 عام أو 13 عام حتى ينفذون الخطة العامة التي يحاولون أن يزرعونها. ليس فقط اليوم القتلى عندنا. أنا يعني الآن وأتكلم كمسؤول عن ما أقول، الجرحى الآن وصلوا أكثر من 2600 متضرر، منهم بليغة ومنهم إصابات غير بليغة. تصور، هذا حرب. نعم. لا، ليس هذه قضية كما يقولون أنها يعني مجموعات إرهابية. لا، هؤلاء مسلحون، هؤلاء مدعومون، هؤلاء متدربون، هؤلاء يعني القضية ليس فقط الاستنكار. احنا لا نريد فقط أن نستنكر، نحن ليس أمة استنكار. فقط نستنكر ما هو دورنا، لماذا لا يطبق القانون على هؤلاء وغيرهم؟ لماذا لا يؤخذ؟ كنا وما زلت أقول كنا دائما نخاف ونقول أعطوا الشعوب حقوقها. الآن الخطر الداهم هو على حكام الخليج. إيران تريد الحكام لا تريد الشعوب، لأن يعلمون أن الشعوب لا يملكون شيء، وإنما القضية كلها عند الحكام، ونحن لا يمكن نستبدل حكامنا بهؤلاء الصفويين الحاقدين الرافضة المجوس. القضية واضحة والصفحة واضحة بالنسبة لنا، سوداء واضحة، لم نرى فيها نقاط بيض. ليس هناك بصيص أمل مع هؤلاء. هذه دولة حاقدة ليس وليدة اليوم. نعم. ولذلك هذا التاريخ يعرض لنا ومتابعات ممن يتابع اليوم. هل قضيتنا اليوم منذ أسبوع كذلك قتلوا أحد رجال الشرطة، وغدا سيقتلون، ومسيرة مستمرة وفئات ظلة مظلة. طيب، ما هو الحل يا دكتور جاسم في مثل هذه العمليات؟ أنا أريد أوصل لكم رسالة. نعم. وللمستمعين. أنا أعلم اليوم البحرين تفيض من الغيظ والحنق على مما حصل اليوم. شعب البحرين يعني مستاء جدا على ما يحدث، والشعوب الخليجية مستاءة، الإمارات مستاءة، قطر مستاءة، شعب الكويت مستاء عما يحصل لهؤلاء. من هؤلاء؟ نحن نعلم بأن هؤلاء نكرة، وهناك رؤوس فتنة يعدون على الأصبع كل جمعة يقفون ويتكلمون عن البحرين وهم متجنسون. قلتها مرارا، جاءوا بهم بأكياس البصل، ومع ذلك الآن أصبحوا أئمة، وأصبحوا منهم خطباء، ومنهم في مجلس النواب، ومنهم مجلس الشورى، ومنهم وزراء، وهم يخدعوننا يوميا. ما زالوا هؤلاء الخطة مستمرة. أنا أقول أن شعب البحرين اليوم مع الأسف الشديد، اليوم ممكن نحن نتحدث ما هو عقلا، لكن هل كل الشعب ممكن يعني يكون بالمنطق؟ بعض الشعب وممكن أن يخرج حتى عن إطاره. يعني احنا نريد الاصطدام، نريد أن يكون القانون هو الحكم، لكي لا تكون هناك فوضى، أن تكون قرية على قرية ومدينة على مدينة، وكأننا رجعنا في العصر الستينات والخمسينات الذي كان بيننا وبينهم سجال في ذاك الوقت. لا نريد هذا. عندنا دولة يجب أن تحكم هذه القضية. لا نريد من شبابنا الآن يتهور، وأن تكون هناك مصادمات بيننا وبين هؤلاء الرافضة. هم فئات قليلة، لماذا نتركهم أن يفعلون هذا؟ ليش؟ أنا أقول بكل صراحة، يجب على الحكومة، بل الحكومات الخليج كلها، أن تطبق القانون، بل قانون السماء أنا أقصد. نعم. الحدود، لابد من الحدود. احنا الآن القتلة نعرفهم، والقتلة المجرمون معروفون، والذين حرضوا على القتل معروفون، والذين يدعمونها بالأموال معروفون، والذين دمروا البحرين معروفون. لماذا؟ إلى متى؟
إلى متى ونجعل الأمهات يبقون في بيوتهن والناس ينهقون؟ ولا لماذا هذا كله؟ ليش؟ ما هو السبب؟ ليش احنا نريد يعني أحد يخرج لنا مسؤول ويقول لنا والله احنا واقفين لأسباب مصالح 1 2 3 4. اليوم البحرين تتعرض إلى هجمات خارجية، الدول الخليج معرضة إلى هجمات خارجية كانت حقوقية أو سياسية، معروف هذه القضية. الآن الخليج أصبح هدف لكل من يريد أن يهجم على هذا الخليج. أنا أقول إن الذي حصل في المملكة العربية السعودية، في الشرقية، في العوامية وغيرها، هم نفسهم الذين عندنا في البحرين، وهم نفس الفئة الموجودة في الكويت، ونفس الفئة موجودة في الإمارات، ونفس الفئة موجودة في قطر. هؤلاء سرطان. في أحد الخطب أنا قلت هؤلاء سرطان، لابد أن نقضي عليه، لابد أن نعالجه بالقضاء عليه، لابد يستأصل من المجتمع. أما أن نتركهم أن يخوضون ويلعبون ويفعلون ما يريدون ثم بعد ذلك نمسح عليهم ويقولون والله هذا عالم يجب أن لا يصل إليه. المجلس العلمائي الخبيث مع الأسف الشديد وصل إلى أن بدأ يتبجح. لماذا هذا كله؟ أنا أقولها وبكل صراحة وبكل وضوح، شعب البحرين والشعوب الخليجية مستاءة، لأن لا يمكن السكوت. دماء المسلمين دماء غالية، دماء زكية، دماء فيها توحيد الله تبارك وتعالى على يد الرويبضة الرافضة الصفويين المجوس الذين يعبدون غير الله تبارك وتعالى. مع الأسف الشديد ونريد لا والله نقول وطنية، نقول والله رويدا. الشعب الآن يقيظ. الآن اليوم الشعب البحريني قرى ومدن البحرين ما بينامون الليلة. وأنا والله إني أتوجس إنهم يدخلون الجماعات على بعض المدن أو القرى ويصل بينهم الضرب أو غير ذلك. من المسؤول عن هذه؟ لو الليلة جاءنا بدل القتل 4 أو 3 أصبحوا الآن اللي الآن في المستشفى ليس فقط الذين ذهبوا الآن 3، نسأل الله تبارك وتعالى أن يكونون من الشهداء. القضية الجرحى يعذبون. الجرحى الآن المقطوع رجله واللي غيره هذا يعذب أكثر من الذي استشهد بإذن الله تبارك وتعالى، نحسبهم شهداء عند الله تبارك وتعالى. القضية يا أستاذي، وأنا أشكركم يا وصال على أن هذه الحلقة الذي جعلتوها الآن لأن نتحدث عنها ونعطيكم همومنا التي يجب أن تصل. قالها السابق وقال حرب صليبية، قالها الهالك المالكي، الآن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهلكه، وقال الحرب بين مجموعة الحسين ومجموعة اليزيديين. كلام فاضي. هاي حكام الآن يتكلمون، ونحن عندما نتكلم يقولون تخرجتوا عن القانون. أي قانون؟ والقانون لا يطبق. لماذا لا يطبق قانون الله؟ حدود الله يا أستاذي. أنا أقول إن شعب البحرين والشعوب الخليجية تحتاج إلى مراجعة، لأن هذه الفئة جاءتنا من الخارج. أقول لماذا جنسناهم؟ قالوا لي أمور سياسية. هؤلاء مجنسون من إيران والله أقسم بالله عز وجل، وهم يعلمون أنه جاء في أكياس البصل وأكياس خيرا من البصل. واليوم أصبحوا وزراء ونواب وفي الشورى فجارنا. هذا الكلام قلناه من 2011 على قناتكم يا وصال. واصلنا ورسائل واضحة في قناتكم، وأنتم والله مشكورون أن تخصصون لنا حلقة نتكلم فيها عن هذه القضية. اليوم الإعلام البحريني إلا الآن عندما أصبح للحدود. في الأسبوع الماضي عندنا مقتول والناس تصلي عليه، وعندنا طرب وأغاني في الإعلام. هذه وزارة الإعلام وهذه وزارة الدمار. لماذا هذا كله؟ لأننا لا نكترث اليوم، لأن أصبحت القضية عالمية، أصبحت القضية تختلف تماما. لماذا بالسابق اليوم لا قبل أن يخرج من ديوان جلالة الملك الحداد وعندنا رقص نحارب الله عز وجل، محاربة الله تبارك وتعالى ومحاربة شرع الله تبارك وتعالى. كيف نصل إلى حدود؟ احنا الآن كنا نقول يعني البعض الذي لا يفقه الشريعة مع الأسف الشديد يقول عندنا معاصي. احنا عندنا شرك وعندنا مساجد تبنى وعندنا مآثم تبنى يسب فيها الله ورسوله ويسب فيها الحاكم ويسب فيها الشعب.
الآن كنا الأول نقول لهم يسبون الله ويسبون الصحابة ويسبون آل البيت، اليوم يسبون الحكام على المنابر هذه، اليوم يسبون الشعوب على هذه المنابر، اليوم يحرضون على القتل على هذه المنابر. لماذا احنا ساكتون؟ لماذا نخرس؟ لا، نحن نقول كلمة الحق ولا نخشى بالله لومة لائم، لأننا سنحاسب عن هذه الدماء، نحن مسؤولون أمام الله تبارك وتعالى. لا يمكن أن نترك الناس ونترك العالم. الآن يطالبون منا الآن الشعب أن نخرج، هل نخرج الآن معهم ونبدأ بسياراتنا وندخل من قرية إلى قرية؟ لا نريد الاصطدام، لا نريد أن نجر إلى الشارع، لا نريد أن يجروننا فئة ضالة مضلة تجرنا إلى القتل بيننا ونقتل أبنائنا مع هؤلاء. يجب الحكومة أن تجعل فيصلا وتذهب إلى هؤلاء في قراهم وتخرج المجرم الليلة ويحد الليلة وتنتهي القضية. والله لا تجد ولا في السلامة الوطنية، يوم كانت السلامة الوطنية كلهم رجعوا إلى جحورهم الفئران. لماذا الآن رجعوا؟ لأن حصلوا شيء من التساهل، وبأن البسيوني تقرير البسيوني الآن، أي تقرير البسيوني؟ أنا من أول ما نزل قلت أكفر بهذا التقرير، وهو قد ذكر بالتقرير بأن أهل السنة مستهدفون. لماذا ونخرج حققنا ما يريد البسيوني 80%، سنحقق كل ما يريد البسيوني؟ هل القرآن الذي جاء به هذا التقرير؟ نحن نحتاج إلى مراجعة، نحن نحتاج إلى مراجعة من جديد. لا يمكن نجعل نساءنا وأطفالنا يبكون في البيوت على الشهداء نحسبهم كذلك والله حسيبهم، أو على الجرحى 2600 ونيفا كلهم جرحى، ضباط وأفراد جرحى. يعني احنا في حرب الآن، عصابات إرهابية، فريق إرهابي إيراني خبيث، عملاء لإيران يستلمون المال من إيران، نتركهم أن يلعبون ويتفسحون ويقولون لا أحد ولا أحد يردعهم؟ هذه مصيبة وهذه كارثة، ولا نقول إنا لله وإنا إليه راجعون أبدا، لأننا يجب علينا. وأنا والله أعيد وأكرر، أنتم مشكورون على وقوفكم مع البحرين، هذا واجب علينا دكتور جاسم، لأن هذا هو الواجب علينا اليوم. نعم. أن نقف جميعا أمام هذه الهجمة الإيرانية الشرسة التي جاءت لكي تفتك في الشعوب الخليجية. لماذا نترك لها المجال أن تفتك فينا وتفتك في عقائدنا وتفتك في مبادئنا وفي عاداتنا وتقاليدنا ودساتيرنا؟ لماذا هذا كله؟ ليش؟ ما هو السبب؟ هل نحن الآن يعني نخاف من إيران؟ والله ثم والله إيران ليس عندها قوة، بل دولة البحرين لو اصطدمت معها نقضي عليها بإذن الله تبارك وتعالى. كيف إذا اجتمع الخليج جميعا والجيوش الخليجية إلى إيران؟ سنمحيها عن بكرة أبيها بإذن الله عز وجل، لأننا رجالنا على التوحيد يقاتلون من أجل العقيدة، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أما أولئك فهم يدافعون عن الشرك ويطوفون على القبور، وأبو لؤلؤ المجوسي الذي قتل عمر رضي الله تعالى عنه. هكذا حال هؤلاء المشركين، ونحن ننهزم يوما بعد يوم. وقوانين الدولية، ولماذا ماذا قالت بريطانيا، ماذا قالت أمريكا، ماذا قال المؤتمر في جنيف؟ لماذا هذا كله؟ نحن دولة عربية إسلامية يحكمنا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا هذا كله؟ لماذا نجعل أنفسنا العوبة أمام العالم كله؟ وعندنا الاستنكار، ناس تنكر، استنكرت الكويت، استنكرت قطر، هذا الاستنكار. وش اللي بعدين؟ بعد الاستنكار ما هو؟ الأموال دفناهم، باكر سندفن هؤلاء، وبعدين استنكار. ماذا يأتي الاستنكار لمن ماتوا من أبنائنا وأبناء عمومتنا؟ ماذا حصلنا عليه؟ ما هي النتائج؟ الآن باكر يدفنون هؤلاء والسلام عليكم، انتهت القضية. ليس القضية منتهية حتى ينتهون هؤلاء من الخليج، لا بد أن نخرجهم إلى إيران مرة أخرى، ويعلمون صاغرون ذليلون، وهم الذين يقولون لنا ارحلوا، هم الذين قالوا ارحلوا. الآن هل هؤلاء يحاورون؟ استاذي لا يمكن، هناك مغالطات كبيرة جدا، لا يحاور هؤلاء، إرهابيون مجرمون أفاكون ظالمون، ثم نأتي نحاورهم. يجب أن نقاطع فجارهم، يجب أن نكون سيفا قاطعا قويا على رقاب هؤلاء حتى يرجعون إلى الله تبارك وتعالى، إلى الله، وأن يعلمون
بأن الدول محكومة. نحن محكومون، نحن الآن لا نستطيع أن نفعل شيء لأننا محكومون، ونأتمر بما يقولون حكامنا، ونأتمر بما يقولون أمراؤنا. ليش؟ لأن عقيدتنا تأمرنا بهذا. أما هؤلاء عقيدتهم ولاية السفيه تدعوهم إلى الإجرام بنا والإضرار بنا. لماذا لا ننابذهم؟ لماذا لا نحاربهم؟ يجب علينا رسالة لحكام الخليج. أقول لأن الشعوب ملت، الشعوب تعبت، الشعوب لا تريد بهذه المهازل التي يحدث ببلادنا. لابد أن نكون عقلانيين ذو منطق. اليوم ما عاد عندنا شيء نخسره بعد أكثر من اللي احنا خسرناه. إذا لا خسرنا بلدنا ما عندنا شيء بعد آخر نخسره أبدا. دكتور جاسم، يعني حديث جميل أن تتحدث هذه الأمور، وأيضا يعني نعرف أنه هذه الرافضة وصلت يعني إلى تدخلاتها في الخليج إلى مرحلة يعني لا نستطيع أن نصمت تجاه ما يحدث لأخواننا من رجال الأمن، وأيضا ترويع الآمنين، والرقم اللي أنت ذكرته اللي هم 2600 جريح أيضا. لكن هل دور فقط يعني راح يكون دورنا فقط استنكارات مثل الاستنكارات اللي ذكرناها قبل قليل؟ يعني نكتفي بهذا الدور، وما هو الدور المطلوب منا تجاه يعني هذه الرافضة في الأيام القادمة؟ أنا أقول يجب أن نعلم بأن الاستنكارات على الأوراق وأقلام حبر على الأوراق هذا لا يؤكل ولا يشرب أحد. هذا ما يأكلنا ولا يشربنا. يجب أن يكون موقف واضح ورسالة لإيران التي دائما تهدد البحرين وتهدد دول الخليج. يجب أن تكون رسالتنا واضحة لها ولمسؤولينها وأصحاب الخماقم التي جعلوها السيخية على رؤوسهم. يجب أن تكون رسالة من أئمتنا. وأنا أقول في هذه الحلقة لكم، وهذا شرف لحلقتكم، أطالب جلالة الملك خادم الحرمين اليوم أن تكون رسالة واضحة لإيران. امنعي الجاليات الموجودة عندنا الإيرانية الخبيثة. يكفي بأنهم يأكلون مما نأكل. والله لا يبنون لنا مسجدا في إيران، ويقتلون ويشنون. الآن أنا عندي إحصائية بأن كل يوم يشنقون 2، يعني 700 ونيفا من الذين شنقوهم، يعني السنة 360 يوم هم يقتلون لنا 700 ونيفا. تصور يشنقون، واحنا الان حدود واحد ما مستطيعين نحد ونقتله. منذ يوم اسبوعين قتلوا في المملكة العربية السعودية، قتلوا الشرطة، قتلوا 2 وجرحوا 6 أو 7. هذا موجود في المملكة العربية السعودية. نعم صحيح. ولذلك يجب علينا أن تكون رسالتنا واضحة وموقفنا قوي، ليس استنكار. والله الاستنكارات لا تأتي. جئنا إلى وصال وجلسنا في وصال وتكلمنا عما يحدث. والله إنهم يذهبون إلى بعض الدول العربية ويأتون حتى فقط يجعلونهم رافضة ودفعوا الأموال. وين ربعنا؟ وين أموال ربعنا؟ الملايين المليارات اللي عند الدول الخليج وين هي؟ ولا نرى إلا فقر، ولا نرى إلا أنين من الشعوب. ونحن نقول لهم معليش اصبروا، أهم شيء الأمن، أهم شيء الراحة. ومع ذلك نحاول وتأن الشعوب. لذلك هؤلاء عندهم فرصة الآن. ماذا يقولون؟ نحن نطالب بحقوقنا ونطالب بكذا. ولذلك يتعاطف معهم البليدون الذين يفهمون العقيدة. يتعاطف كثير ممن وقف معهم بالدوار، كثير من أهل السنة وقفوا معهم، كانوا يقولون مطالب شرعية. ما هي المطالب الشرعية؟ توقف مع هؤلاء الكلاب الخنازير وثم تقول لا والله أنا يعني مطالبات شرعية. ما هي المطالبات الشرعية؟ والله ما عندهم مطالبات شرعية، ولكن لأن بعد إحنا ربعنا وحكامنا مضيقين على الشعوب. أعطوهم الحرية يتكلمون ويأخذون نصيبهم. لماذا يكون الفقر في الدول الخليجية؟ هذه الدول الغنية المليئة من الأموال لا يجدون عملا، لا يجدون وظيفة. ولذلك الرافضة يستغلون هذه القضية. نعم. يستغلون هذه القضية علينا. لذلك يجب علينا جميعا أن يقفون ويأتون بالعلماء الصادقين المخلصين ويجلسون يقولون ماذا تريد الشعوب والذي ممكن أن نفعل لهؤلاء الشعوب. نعم. لذلك لابد أن يعلمون. ولذلك والله إيران كم الآن تصرف؟ تدري كم
احنا نخسر الان في الاسبوع 3 مليون في الاسبوع معناته في الشهر 12 مليون، لان الفوضى بس. الذين هربوا من الاستثمار راحوا، والتخريبات يعني كل اسبوع 3 مليون تقريبا.